السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فاطمة صبري من قناة يانا يا خالتي في المطبخ. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهنبدأ ان شاء الله حلقتنا النهاردة. عملنا بقى الكحك الدايب المحشي. محشي حشيناه النهاردة ملبن، وحشيناه كمان عجوة بطريقة حلوة جدا، وكمان عملنا منه السادة حلو قوي 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 بمقادير مظبوطة جدا. ريحة بقى مفيش بعد كده، طعم تحفة. بصوا بصوا، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. عايزه اوريكم بقى، بصوا شايفين الكحكايه دايبه ما شاء الله؟ شايفين؟ وكمان اقول لك كمان العجوه ازاي ما تنشفش معاكي، وكمان الملبن بصوا عسل عسل عسل. شايفين مش ناشف وحلو معايا ازاي؟ غير كده بقى كمان عملنا ريحه الكحك كمان مع بعض. هقولك تعمليها ازاي، سهله جدا وريحتها اجمل ما بتجيبيها من بره بكتير. يلا بينا بقى نخش بسرعه نشوف المقادير بتاعتنا، وهقولك بقى على التركات والحركات بتاعتنا عشان ان شاء الله تعملي احلى كحك في الدنيا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. بصوا بقى يا حبايبي، معايا هنا اول حاجه 550 جرام من خليط بقى. بصوا انا عامله سمنه بلدي على زبده فر اهي. بصوا حبايبي، معايا هنا 550 جرام زبده بلدي على زبده فرن، او سمنه بلدي يعني على زبده فرن، على معلقتين بس بصوا من الزيت تحت اهو، شايفينهم؟ معلقتين كده كبار بس. التوتال بتاع الماده الدهنيه كلها 550 جرام من الزبده على السمنه على الزيت. يعني انا مثلا حطيت 500 جرام زبده على سمنه و50 جرام بس زيت. الزيت بقى بيدي للكحكايه كده، يخليها كده من بره كده مقرمشه، ومن جوه كده مفرغه كده وحلوه كده وناعمه. تمام، تقدري ايه يعني تمسكيها وتتعاملي بيها عادي خالص. ومعايا هنا كده بسم الله 50 جرام او 55 جرام بالظبط من السكر البودره. طيب ما عنديش ميزان، اروح جايبه كده بسم الله معلقه كده كبيره اهي، وادي معلقه تانية بسم الله، يعني حوالي 3 معالق كده كبار من السكر البودره. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى كده بيهم. عندك بقى مضرب، هنضربهم كده ايه بالمضرب. ما عندكيش مضرب نعملهم كده بايدينا ونضربهم كده كويس جدا جدا بايدينا لحد ايه ما القوام كده يتمزج مع بعضه، والخليط كده يبقى ايه كله واحد، والسكر يدوب معانا في قلب السمنه. انا هضربها بالمضرب وارجع لكم تاني بس عشان صوت المضرب ما يعملش ازعاج. بصوا حبايبي، ضربتها اهو بالمضرب، شايفين لونها فتح ازاي وقوامها بقى كريمي خالص اهو. جبت بقى كيلو من الدقيق. الدقيق ده سايب، اسمه ابن الخطاب او ابو الخطاب حاجه كده يعني، سايب بس حلو. طالما الاستخراج بتاعه 72 يبقى حلو جدا ان شاء الله. حابه انت بقى تعملي اي نوع دقيق تمام. هنا معايا كيلو بالظبط من الدقيق، شلت منه بس معلقتين، حطيت مكانهم معلقتين من النشا، معلقتين كبار، حطيت مكانهم معلقتين بالظبط من النشا اهو، ونقلبهم كده مع بعض. النشا بقى بتدي بقى ايه قوام كده حلو للكحكايه، وبرده تبقى مفرغه كده من جوه وحلو ان شاء الله اهو. نقلبهم كده مع بعض. وحابه بقى اضيف كمان معلقه كده من السمسم، بيديله طعم حلو جدا. بسم الله. ومعايا كمان معلقه كده من البيكنج باودر اهو. ممكن نستعمل بيكنج باودر بس، تمام نستعمل بيكنج باودر بس. ومعايا كمان معلقه من الخميره الفوريه، ولو عندك خميره بيره حطي مكعب كده صغير، وبالاخص كمان ما تكتريش علشان النقشه بتاعتك ان شاء الله تطلع مظبوطه. وكمان الجو بقى حر مش زي الاول، فعشان الكحكايه تستحمل معاكي لحد ما تخلصي ان شاء الله نقش والكميه بتاعتك كلها. انا كده حطيت معلقه ممسوحه من الخميره ومعلقه ممسوحه من البيكنج باودر. طب انا ما عنديش الا خميره بس، هعمل ايه؟ استعملي خميره بس، حطي معلقه مليانه كده من الخميره واستعملي خميره بس. ما عنديش الا بيكنج باودر، ممكن تضيفي كيس البيكنج باودر كله على الكيلو الدقيق واستعملي بيكنج باودر بس، يعني كده ينفع او كده ينفع. يا رب بس اكون قدرت اوصلك المعلومه كويس. معايا بقى كده ايه بسم الله كمان، بصوا رشه كده بسيطه من الملح، رشه بسيطه خالص لا تذكر. هنقلب بقى ان شاء الله مكوناتنا كده مع بعضها. حابه بقى تضيفي بقى دلوقتي ايه فانيليا، روح الورد، ماء زهر، اللي يناسبك واللي يريحك. انا مش هضيف له المره دي اي حاجه خالص اهو. بسم الله. قلب بقى كده مكوناتنا الجافه دي كده كلها مع بعضها. زي ما قلت لكم ده كيلو من الدقيق، شلت منه معلقتين كبار كده هرميين من الدقيق، وحطيت مكانهم معلقتين كبار من النشا، او معنى اصح لو انت هتستخدمي
الميزان حطي 500 جرام من الدقيق و50 جرام من النشا. كده قلبنا كده مكوناتنا كلها مع بعضها. هنسمي بقى الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل بالزبده او السمنه بتاعتنا. ممكن استخدم زبده بس، طبعا ممكن استخدم سمنه بس، ممكن الخليط، اي نوع سمنه اي نوع زبده اللي متواجد عندك استعمليه. طيب ممكن اعمله على السخن نفس المقادير وبنفس الكميه. تسخني كويس جدا السمنه بتاعتك او الماده الدهنيه بتاعتك، وتنزلي كده بسم الله كده بيها كده على الدقيق، وتبسي زي ما احنا هنبسي كده دلوقتي ان شاء الله. بصوا ما تخليش اي كميه في البول عندك عشان يبقى ان شاء الله المقادير يعني بالظبط بالملي اهو. حتى اللي في المعلقه دي كده هنزلها كده ايه بالدقيق عشان اي كميه فيها تنزل اهو. بسم الله. تمام كده تمام كده. دلوقتي بقى احنا هنبس الزبده بالسمنه، ودي اهم خطوه في عمايل الكحك. اهم خطوه في عمايل الكحك. بصوا بسم الله اللهم بارك. نقلب كده كويس. عايزه اقول لكم كمان ان الزبده انا كنت مطلعها من التلاجة قبل ما اشتغل كده بربع ساعه، او ممكن تستعمليها لو الجو عندك لسه ساقعه شويه بدرجه حراره المطبخ عادي مفيش مشكله اهو. بسم الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. نقلب بقى كده مكوناتنا. طيب هنضيف بقى، قلنا فانيليا، لا مش هضيف فانيليا ومش هضيف روح الموز دلوقتي. هقول لكم هضيف ايه. هقلب بس كده. هضيف بقى هنا ريحه الكحك. طب ريحه الكحك انا بجيبها جاهزه؟ لا انا ما بجيبهاش جاهزه. انا بجيب كده نص معلقه صغيره من المحلب من عند العلاف او العطار، وبحط عليها 4 فصوص او 5 فصوص كده من الحبهان، وبحط عليها 3 فصوص من القرنفل. ويا سلام بقى لو ما عندك بقى زر الورد ممكن برضو تحطي برضو 3 كده ايه وحدات كده من زر الورد. واضربهم بقى بمعلقتين من النشا او من الدقيق. خدت من هنا معلقه كده كبيره من الدقيق وضربتهم معاهم عشان يتطحن كويس، ورشه بسيطه من بلح جوز الطيب اهو. لازم بقى بصوا انخل كده الاول عشان مطرح القشر بصوا بتاع الحبهان شايفين ما ينزلش معايا. وفي كام وحده محلب برضو بصوا ما اتطحنتش كويس اهو. اخد بس البودره بتاعته. عايزه اقول لكم الريحه بتاعتها بتبقى حلوه جدا ما شاء الله. اخلط بقى كده مكوناتنا كده بسم الله كده كلها مع بعضها اهو، وابتدي بقى ابس. اهم حاجه مرحله البس دي، هي دي ان شاء الله اللي تخلي معاكي الكحكايه ناعمه وقوامها تبقى حلو ان شاء الله. تبسي كده حوالي من 10 لربع ساعه، من 10 دقايق كده لربع ساعه بسم الله. لان بعد ما احنا ما نضيف السوائل مش هنقدر نبس ولا نعمل اي حاجه، يا دوبك بس ايه هنشرب كده العجينه بالسوائل بتاعتنا وخلاص على كده. فدي اهم مرحله ان شاء الله معانا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهو. بصوا انا بعمل معاكم خطوه بخطوه عشان لو اول مره تعمليه تبقي شايفه الخطوات كلها بالظبط مع بعضها اهو. بسم الله. تكه بقى كده واشرب كويس جدا الدقيق كده بالماده الدهنيه بتاعتنا لحد ما الخليط كله يتجانس مع بعضه ويبقى الدقيق كله شارب الزبده بتاعتي اهو. بسم الله. اقلب كده اللي تحت فوق عشان بصوا في دقيق من تحت لسه ما تشربش مني السمنه اهو. هعمل كده بقى لمده ان شاء الله ربع ساعه زي ما قلت لكم، وهرجع لكم تاني عشان بس وقت الفيديو. بصوا حبايبي العجينه معايا اهي. بصوا اتلمت معايا خالص ازاي شايفين اهو. طول الربع ساعه او ال10 دقايق وانا بعمل فيها كده. في ناس ما بتضيفش ليها اي سوائل وبيستخدموها على كده، بس طبعا قبل ما تعملي الكحكايه لازم تسخنيها كده ايه ما بين ايديكي كده علشان تسخني كده العجينه ما بين ايديكي اهو وتنعم خالص كده، وبعد كده تقدري تشكليها عادي. شايفين اهي شايفين بصوا بقت ناعمه خالص ازاي ولسه ما ضفتلهاش اي اضافات. تمام كده. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي معايا نص كوبايه من الميه، او ممكن تحطي لبن على ميه او لبن بس او ميه بس. لو انت حباها تقعد معاكي فتره اطول هتحطي ميه بس، لو انت عادي مش هتقعد معاكي الكميه يعني على طول وحابه تضيفي لبن ضيفي لبن. نص كوبايه كده من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. لو انت بتستخدمي الميزان هيبقى 100 جرام من الميه او 100 مللي من الميه. هنسمي الله كده ونصلي على الرسول. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اهو. طالما حطينا سوائل يبقى مفيش عجن نهائي، مش هنعجن. بصوا احنا بنلم بس كده بسم الله اهو. بسم الله ما شاء الله بنلم بس كده اهو.
هدخل بس الميه كده في قلب العجين ويبقى كده تمام جدا اهو. بصوا كده اهو. وكمان ميزه المعلقتين النشا اللي احنا بنحطها للكحك، لو معاكي الدقيق انت مش واثقه فيه وخايفه يعمل معاكي مثلا عرق او حاجه، اللهم صل على النبي، المعلقتين النشا ديت بيخلي العجين معاكي ان شاء الله ما يعملش عرق ويبقى مظبوط جدا معاكي اهو. بسم الله اللهم بارك. بصوا شايفين انا بس ايه بلم بس كده اهو، بلم. طالما حطينا سوائل العجينه عمرها ما تعمل معاكي عرق طول ما انت لسه ما حطيتلهاش سوائل. عشان كده لما كنا بنبس العجينه بقول لك بسي براحتك جدا والمده اللي انت عايزاها مفيش اي مشكله. لكن خلاص احنا حطينا السوائل اسكان ميه او لبن، فخلاص احنا كده ايه مش هنعجن. بس كده كده جهزت معايا اهو. بصوا بقى حبايبي بسم الله، ناخد كده قطعه. الكحكايه عامه لو انت عايزاها وسط وزي بتاعه المحلات بالظبط تبقى 20 جرام تمام. لو انت عايزاها كبيره شويه خليها 25 جرام، عايزاها صغيره بقى طبعا بتقللي يعني مثلا 15 جرام. طبعا لو ما عندكيش ميزان يبقى عينك ميزانك بقى كده. بصوا بتنعميها كده ما بين ايدك اهي اهي، شايفين؟ اجيب بقى البصامه او المنقاش او اي حاجه انت بتعملي بيها بسم الله وانزل كده. شايفين الكحكايه؟ ولا شققت ولا اتفرولت ولا فيها ما شاء الله لا قوه الا بالله اي حاجه. بصوا الشكل الكحكه اهو. بصوا ايه يا رب بس تكون واضحه قدامكم. بصوا النقشه بتاعتها ما شاء الله واضحه ازاي، ما لزقتش معايا في قلب المنقاش اهي، ما بصمتش ولا عملت اي حاجه، ما شققتش. شايفين الكحكايه ما شاء الله من كل الجوانب اهي زي الفل ما شاء الله تمام كده. زي ما قلت لك بقى الميزان او عينك ميزانك تعملي زي ما انت ما عايزه بقى تعمليها كده ساده تمام، عايزه تعمليها حشوه. انا هنا بقى مجهزه معايا ايه، جايبه كده بلح او عجوه ودعكاها كده كويس بمعلقه زبده كده بلدي ورشه كده من السمسم، ومعايا كمان ملبن بس اهم حاجه اختاري ملبن يكون حلو. بصوا ما شاء الله ناعم خالص ازاي وطري ولونه فاتح. طالما اللون بتاعه فاتح تعرفي اللي هو ان شاء الله كويس وان شاء الله مش هينشف معاكي في الفرن. وحطيت كده معاه برده رشه من السمسم ومعاه كمان معلقه من الزبده البلدي ودعكته كويس جدا في قلب بعض وعملته ايه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. حابين بقى تضيفوا بقى اي حشوات او اي مكسرات تمام مفيش اي مشكله، انا بس حبيت اوريكم انا بعمل ايه. لو جبنا كده تانية بسم الله الرحمن الرحيم قطعه كده كمان اهي، بنعمها كده الاول ما بين ايدي واروح عامله فتحه كده ونروح مسمين الله ونحط كده ايه في قلب الكحكايه واقفل كده عليها بالراحه بالراحه خالص اهو. الكحك اللي بعجوه ده بقى بيبقى بصوا زي المعمول كده، بيبقى واخد طعم المعمول، بيبقى طعمه هايل اهو. بسم الله واروح نقشاه كده اهو. شايفين محشيه اهي ولا شققت ولا فيها اي حاجه تبارك الله اهي. ايه رايكم؟ هعمل بقى ان شاء الله بقى الكميه كلها بنفس الشكل كده تمام. زي ما قلت لكم اهم حاجه تبسي العجينه كويس جدا جدا علشان تطلع هايله ان شاء الله معاكي وما تشققش وما يحصلش فيها اي حاجه. يلا خلص ان شاء الله الكميه كلها وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي كده ما شاء الله خلصت الكميه اهي تمام. عمل معايا الصاج اهوت الا الحبه دولت. حشيت بقى زي ما انتم شايفين، عملت شويه ساده وشويه بالعجوه وشويه بالملبن. دلوقتي بقى ان شاء الله هنزله الفرن يستوي. طبعا انت لو هتسوي في فرن البيت حطيه على درجه 180 في الصاج اللي في النص، هياخد ان شاء الله تسويه من فوق ومن تحت يعني حوالي من ربع ساعه لتلت ساعه في قلب الفرن. وطبعا انت هتبقي طبعا متابعاه، ولو عندك الشوايه بتشتغل لوحدها والفرن لوحده بتشغلي الاول عليه الفرن من تحت وبعد كده تديله كده دقيقه من فوق كده للشوايه بس ياخد لون ذهبي بسيط ويكون كده جاهز معاكي. يلا بينا بقى ننزله بقى ان شاء الله يستوي واوريكم الشكل النهائي عامل ايه. خليكم معايا. خلاص يا حبايبي كده الكحك جاهز معايا اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله. بصوا ايه رايكم؟ حد يصدق بقى ان ده معمول في البيت؟ شايفين ما شاء الله النقشه بتاعته زي الفل، وادي الحشوه بتاعته اهي بالملبن وكمان بالعجوه زي ما احنا ما عملنا. حلو جدا ريحته بقى ايه قلب البيت. بصوا بسم الله ما شاء الله تحفه يجنن، اكنك بتاكلي معمول بالظبط. حلو جدا جدا بجد، الطريقه دي حلوه جدا، مقادير مظبوطه بالشعره. والتركه كمان اللي احنا عملناها في الطريقه بتاعتنا واحنا بنعمل الكحك
بتاعه النشا حلوه قوي قوي، مدياله كده قرمشه كده، وفي نفس الوقت هيشان كده في قلبي كده من جوه، كحكه كده خفيفه كده وهشه. ريحه الكحك بقى اللي احنا عملناها برضو في البيت حلوه قوي قوي قوي، المقادير مظبوطه جدا. يا رب بقى اكون قدرت افيدكم، ولو عجبكم بقى الطريقه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.